طبعا يعني مفيش حد ما سالكش عن قبل ستار اكاديمي وكده، بس انت دلوقتي بقيت لا في حاجه بقى معينه عايزاك تحكيها لي، لان في شباب كتير قوي انت بقيت دلوقتي قدوتهم. في شباب كانوا زيك كده، يعني انت من قريه صغيره وبتدرس الصبح وبتشتغل بالليل، ازاي وصل لك ستار اكاديمي؟ ازاي كنت بتتفرج عليه وبتلاقي وقت؟ وازاي قدمت؟ يعني في ايجاز كده احكي عشان في ناس تانية تشوف. انا كان يعني طول ما انا في الشغل مثلا او في المدرسه معايا الموبايل بتاعي على طول، فده على طول كنت 24 ساعه على الفيسبوك، على اليوتيوب، مش عارف ايه. انا ما كنتش بهمد، يعني انا ما كنتش بهمد، يعني ما كنتش بقعد. انا على طول كنت مثلا انا في شغلي في افراح وكده، مش معروف قوي برضو في افراح، حاجات محكومه محدوده. بس في ناس تانية بقى في الافراح معروفه اكتر، شعبيتها اكتر، عاوزه ظاهره للناس بحالها عندنا في الاقاليم، فاهماني؟ فانا عاوز بقى اوصل، اروح للناس دي، حتى اتصور معاها، حتى تشوفني، اشتغل معاهم. ما كنتش بهدى انا، كنت بشوف، بتابع اليوتيوب، بشوف البرامج، بشوف ده عمل ايه النهارده، ده عمل ايه بكره، ده هيعمل ايه بعد يومين، ده هيعمل بعد شهر كده يعني. لحد ما قررت بقى ان انا ايه اقدم في برنامج من البرامج. قلت بقى خلاص، انا بقى اشوف فكره حلوه كده انا اكون حاببها، واشوف اشمعنى ستار اكاديمي؟ انا بقول اما اشوف فكره بقى وتكون عجبانه او كده واقدم فيها، اشوف ربنا يعمل معايا ايه. ستار اكاديمي حاله غريبه. ازاي؟ انا بكلمك باللي انا شايفه. اولا 24 ساعه احنا ظاهرين، مفيش حاجه اسمها شو ولا تمثيل ولا الكلام الفاضي خالص. 10 سنين وفعلا لسه برضو يعني ايه، لسه بيعملوا زي ما بيقولوا، لسه مكملين 10 سنين ولسه بنعمل تاني. لذلك البرنامج نجح، مش لعبه يعني. انا حبيت الفكره، حبيتها ان احنا نقعد 24 ساعه انتوا شايفيننا ومتابعيننا، ناكل، بنشرب، نهيص، بنزعل، نتصالح، نعمل اي حاجه وانتوا شايفين. بعيد عن البرامج التانية انا بطلع كل اسبوع اغني بس. طيب ماشي، وفين طول الاسبوع؟ انت فين؟ مش شايفينه. طب هو فين؟ بيعمل ايه؟ صح ولا غلطان؟ لكن احنا ظاهرين 24 ساعه، بنعمل الغلط بتشوفوه، بنعمل الصح بتشوفوه، صح؟ لكن فين التانيين؟ محدش فكر في دي ليه؟ فين؟ اوكي، ستار اكاديمي الناس بتقول لك يا عم لا ده 24 ساعه كاميرات ومش عارف. طب ماشي يا عم، احنا باينين قدامك، انت شايفنا، انت متابعنا. طيب واللي مش متابع وانتوا، طب وفين التانيين؟ مش متابعينهم ليه طول الاسبوع؟ كل اسبوع بس بيطلعوا يغنوا قدامكم وخلاص. هو ده الموضوع، فاهماني؟ وفي حاجه تانية برضو حلوه في البرنامج، اللي هي ايه؟ ان انا اقعد مثلا مع 17 زمايلي، و في بقى ايه يعني، في حاجه حلوه كده بنعمل، مثلا ان احنا ده يهزر مع ده، دي تهزر مع دي، مش عارف ايه، ده يزعل من ده مثلا، ده يروح يصالحها على كده يعني. دي حاجه حلوه. حتى كان في واحد اسمه جايمين من اليابان، كان جالنا اول اسبوع. جايمين ده انا كلت دماغه، كلتها يعني. انا ما اعرفش اتكلم ولا هو الكلام فاضي ده، ما اعرفش، بس كلت دماغه كلتها يعني ايه. قعدت معاه، كان اللي بيترجم لي مين مش عارف، كان مين قاعد في ريحي كشف. لا، كان حد قاعد الكوري، جاي من الكوري. حد غير دعاء كان قاعد، لا مش عارف كان مين قاعد بيترجم لي، وانا كنت بقول له قول وبيترجم لي، بس مش عارف دعاء ولا مين. المهم انا بساله على البلد، عاوز اعرف كوريا دي ايه اللي فيها. بقول له انتوا عندكم، انت بتحب كوريا؟ قال لي اكيد بلدي. قلت له طيب انتوا عندكم الحضارات عامله ازاي؟ عندكم انت في نظرك دلوقتي كوريا احلى ولا ايه؟ يعني عاوز اعرف، عاوز اكتسب خبره، عاوز اشوف، فاهماني؟ فده حلو مش وحش.